قال في مرضه الأخير: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله أعزبا، فمن هو؟ وهل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء آبائهم أم أمهاتهم؟ وأين ماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي قام بدفنها؟ وما هو الشيء الذي لم يخلقه الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم الذين ناموا أكثر مما عاشوا؟ أهل الكهف. وكم المدة بين النبي إبراهيم عليه السلام والنبي موسى عليه السلام؟ 700 سنة. وكم المدة بين النبي موسى وعيسى عليهما السلام؟ 1500 سنة. وكم المدة بين النبي عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ 600 سنة. وكم عدد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم 8 من الأحفاد، وهم الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم وعلي وأمامة وعبد الله. ومن هو أسد الله وسيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الذي بنى المسجد الأقصى؟ أول من حدد مساحته هو آدم عليه السلام، وهو من وضع قواعد البيت الحرام ومعه الملائكة. ومن هو أول من قاتل بالسيف؟ إبراهيم عليه السلام. وما هو أول جبل وضع في الأرض؟ أبي قبيس بمكة. ومن هو أول داعية في الإسلام؟ مصعب بن عمير. ومن هو أول من صنف تفسير القرآن الكريم بالإسناد؟ مالك بن أنس. ومن هو أول من قال الشعر؟ هو آدم عليه السلام. وما هي أول صلاة صلاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الظهر. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة صلاة العصر. وآخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الصبح، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين. ومن هو أول من استلم الحجر الأسود من الأئمة؟ هو عبد الله بن الزبير بن العوام. ومن هو أول من اتخذ الدفاتر للدولة؟ ويوسف عليه السلام. ومن هو أول أمير في الإسلام؟ هو عبد الله بن جحش الأسدي. ومن هو أول من نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبائل اليهودية؟ يهود بني قينقاع. وما هي أول دار بنيت في مكة؟ دار الندوة، وبناها قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو أول من سل سيفا في سبيل الله؟ والزبير بن العوام. ومن هو أول جبار في الأرض لعنه الله؟ هو النمرود بن كنعان. ومن هو أول مسلم ركب بحر الروم؟ هو معاوية بن أبي سفيان. ومن هو أول من أظهر التوحيد بمكة؟ ورقة بن نوفل. عندما خلق الله القلم ماذا كتب؟ عندما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. ومن هو أول من خط بالقلم؟ هو إدريس عليه السلام. وهل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء آبائهم أم أمهاتهم؟ آبائهم. ومن هو أول من جهر بالقرآن الكريم بمكة؟ هو عبد الله بن مسعود. بدأ الإسلام سرا، فمن هو أول من أظهر الإسلام؟ أول من أظهر الإسلام 7، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وبلال بن رباح، وخباب، وصهيب، وعمار بن ياسر، وأمه سمية بنت خياط، وهي أول شهيدة في الإسلام. من الذي قال في مرضه الأخير: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله أعزبا؟ ومعاذ بن جبل رضي الله عنها. وماذا قال شداد بن أوس بعدما فقد بصره؟ قال لهم: زوجوني، فقد أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم ألا ألقى الله أعزبا. ومن هي أول هاشمية أنجبت هاشميا؟ هي فاطمة بنت أسد، زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم علي بن أبي طالب. وما هو أول ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة؟ قال لهم: أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، ادخلوا الجنة بسلام. ومن هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم 7 من الأبناء: القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ومتى توفي القاسم؟ قبل البعثة النبوية، وكان عمره 2. ومتى توفي عبد الله؟ ولد عبد الله بعد نزول الوحي، وتوفي صغيرا، فقال العاص: لقد انقطع نسله فهو أبتر، فأنزل الله تعالى قوله: إنا أعطيناك كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومتى توفيت رقية؟ توفيت السيدة رقية في شهر رمضان في السنة 2 للهجرة، يوم انتصار المسلمين في غزوة بدر. ومتى توفيت زينب؟ توفيت السيدة زينب في السنة 8 للهجرة، وعاشت نحو 30 سنة. ومتى توفيت أم كلثوم؟ في السنة 9 للهجرة. ومتى توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 10 للهجرة، وكان عمره 1 ونصف. ومتى توفيت فاطمة رضي الله عنها؟ توفيت رضي الله عنها بعد أبيها ب6 أشهر.
وأين ماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماتت في الأبواء، وهو طريق بين مكة والمدينة، عندما كانت عائدة من عند أهله. ومن الذي قام بدفنها؟ قام بدفنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأم أيمن. وكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت؟ 6 أعوام. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه؟ أذن الله تعالى له أن يزور قبرها، ولم يأذن له أن يدعو لها. وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من دفن أمه؟ عاد إلى جده فسأله أين أمك؟ فقال له ماتت، فاحتضنه وقال له أنت بني أنت بني. فقد عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، وقال تعالى وأما اليتيم فلا تقهر. وما هو الشيء الذي لم يخلقه الله؟ هو القرآن، لأنه كلام الله وليس مخلوقا.